تاريخ طويل جمع بين الأهلي والترجي، حيث التقيا قبل هذا اللقاء 10 مرات في 5 بطولات لدوري الأبطال بمسميها القديم والجديد. حيث بدأت اللقاءات في 1990 في ثمن النهائي، وفاز الترجي بركلات الترجيح بعد تعادلين بلا أهداف ذهابا في تونس والعودة بالقاهرة. وفي 2001 وفي نصف نهائي أول بين الفريقين تعادل بدون أهداف بالقاهرة في أحد أشهر المواجهات الأفريقية، وفي مواجهة الترجي كان هو المرشح الأبرز للفوز بها. في لقاء العودة لم يتغير الوضع للفريقين، بل زاد سوءا للأهلي بهدف في الدقيقة الثانية في ثاني أيام شهر رمضان الكريم عن طريق أديلتون باريرا، قبل أن يسجل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي في الدقيقة 31 من الشوط الثاني هدفا. وتأتي بطولة 2007 ويدخل الترجي المباراة في استاد القاهرة أمام الأهلي في الجولة الثالثة بلا أي نقاط من هزيمتين أمام الهلال السوداني وأسك الإيفواري، فيما كان الأهلي المتصدر بانتصارين على نفس الفريق. وسجل محمد أبو تريكة هدفا في الشوط الأول، وعزز الأنجولي فلافيو أمادو النتيجة في الشوط الثاني برأسية، وبتسديدة أسامة حسني حسمت النتيجة بثلاثية نظيفة. ونجح الترجي في آخر مواجهة بالمجموعة وقبل توديعه مرحلة المجموعات تحقيق فوزه الوحيد بالمجموعة بهدف نظيف لأسامة القصداوي قبل أن يخرج فيما بعد من المسابقة. ثم كانت مواجهة جديدة بين الفريقين في دوري الأبطال عام 2010، حيث تبادل الفريقان الفوز في الدور قبل النهائي، حيث فاز الأهلي أولا بنتيجة 2-1، وثار جدل حول هدف محمد فضل إذا ما كان بيده أو لا، إلا أن فوز الترجي في لقاء العودة بتونس بنتيجة 1-0 أثار ضجة كبيرة بسبب يد مايكل إنرام الشهيرة التي أسكنت الكرة الشباك ليتأهل الترجي إلى المباراة النهائية قبل الخسارة الكبيرة بخماسية أمام مازيمبي الكونغولي. وأخيرا كانت المواجهة بين الفريقين في البطولة نفسها من العام الماضي 2011 بدوري المجموعات، حيث خسر الأهلي في اللقاء الأول بتونس بهدف نظيف، ولم يتمكن من هزيمة منافسه في لقاء القاهرة الذي انتهى بالتعادل بهدف واحد لكل منهما. واحتل وقتها الأهلي المركز الثالث في المجموعة، بينما صعد الترجي حتى المباراة النهائية وفاز بلقب تلك البطولة. الجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو أول نهائي يجمع الفريقين معا. ترى من يكون له الغلبة في اللقاء 11 الذي يجمع كبيري الكرة المصرية والتونسية، الأهلي أم الترجي؟